السلام عليكم متابعينا الكرام. النهاردة هنتكلم عن مرض مهم جدا بيأثر على الدواجن وبيسبب خسائر مادية كبيرة، وهو التهاب المفاصل والأوتار الفيروسي. وده مرض بيصيب الدجاج اللاحم والبياض، وبيؤدي لانخفاض الإنتاج وضعف النمو. يلا نعرف مع بعض أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه. المسبب الرئيسي للمرض هو الريو فيروس، وهو فيروس قوي جدا وقادر على مقاومة الظروف البيئية المختلفة. فترة حضانته بتتراوح ما بين من 7 ل 14 يوم قبل ظهور الأعراض. الفيروس ده بيتنقل بطريقتين رئيسيين: أفقيا من خلال التلامس المباشر بين الطيور المصابة والسليمة، أو عن طريق الأدوات والمعدات الملوثة. أما رئيسيا ده بيكون عن طريق الأمهات المصابة للكتاكيت عن طريق البيض. أما عن الأعراض الإكلينيكية، في الكتاكيت الصغيرة عرج واضح وصعوبة في المشي، بيعمل تورم في المفاصل خاصة مفصل العرقوب، وتضخم في الأوتار، وضعف عام وتأخر في النمو. أما في الطيور الكبيرة فبيحصل تيبس في المفاصل وصعوبة حركة وانحراف في الأرجل، وكمان عدم تجانس حجم الطيور داخل القطيع، وتراجع في معدلات التحويل الغذائي. أما بقى الأعراض التشريحية فبتشمل تورم واحتقان في الأوتار والمفاصل، وكمان تجمع سوائل شفافة أو صفرة داخل المفصل، وتليف الأوتار وتمزقها في الحالات الشديدة. إزاي بقى بيتم التشخيص؟ التشخيص بيتم عن طريق فحص الأعراض الإكلينيكية والتشريح المرضي، وكمان العزل الفيروسي باستخدام أجنة البيض أو زراعة الخلايا، والاختبارات المصلية زي إليسا للكشف عن الأجسام المضادة. تقنيات البيولوجيا الجزيئية زي ال PCR لتحديد الحمض النووي الفيروسي. طيب الوقاية بقى إيه؟ طبعا الوقاية هي الحل الأفضل: استخدام لقاحات حية أو ميتة للأمهات لحماية الكتاكيت، كمان تطعيم الدجاج اللاحم في المناطق الموبوءة، تطبيق الأمن الحيوي الصارم داخل المزارع، وتعقيم الأدوات والمعدات بانتظام، وتقليل كثافة الطيور داخل العنابر، شراء كتاكيت خالية من المرض من مصادر موثوقة. والعلاج، للأسف مفيش علاج مباشر للفيروس، لكن ممكن التقليل من تأثير العدوى وعلاج الأمراض فقط من خلال دعم الطيور وتحسين البيئة المحيطة بيها. عشان كده الحل الأفضل هو الوقاية والتطعيم لضمان صحة القطيع وتقليل الخسائر المادية. وما تنساش إن فريق الدعم الفني الكامل بيتابع دورتك واستشاراتك البيطرية. للتواصل كلم دكتور شيماء حنفي على الرقم اللي هيظهر قدامك. سلام.